تخيل انك ممكن تكسب اكتر من 20,000 دولار على ابورك من شغلك كمساعد افتراضي او كمدير مشروعات او اي شغلانه ثانيه. بفضل الله انا عملت كده، بس السر ما كانش في الشغل، طبعا كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى. في الفيديو دوت انا حابب ان انا اشاركك قصتي وهشرح لك ازاي بنيت علاقات قويه مع العملاء بتاعتي بتفضل دايما. تعال اشرح لك ازاي انا عرفت بفضل الله ابني علاقات قويه جدا مع العملاء بتوعي واضمن ان انا افتح عقود لونج تيرم كونتراكت او عقود طويله الاجل وافضل محافظ على العملاء بتوعي الفتره ديت. ومش كده وبس، كمان ده انا هحكي لك قصه عميل انا بفضل الله عرفت ان انا اساعده ان هو يكسب الاف الدولارات، وهو ده السبب ان انا لحد النهارده بفضل الله بقى لنا اكتر من 5 سنين شغالين مع بعض من ساعه ما دخلت المنصه على ابورك. ومش كده وبس، كمان انا هديك كورس مجاني بالكامل يشرح لك ازاي تعرف تشتغل كمساعد افتراضي من الالف للياء. كوبايه القهوه بقى عشان تفرق معاك قوي. انا بدات على ابورك كمساعد افتراضي بدون خبره ضخمه زي ما الناس ما كانت فاكره، لكن كنت فاهم ان العميل مش بيدور على مجرد شخص يعمل له الشغل، وبيدور على حد يثق فيه، يكون بيعرف يتكلم كويس، ولو هو مش موجود يخش مكانه الميتنج يتكلم بالنيابه عنه. لكن لما انا ركزت على الكوميونيكيشن سكيلز، والله كان في عملاء بيرجعوا لي بالاسم مهما عينوا ناس يقولوا يا حسن انت اللي هتعرف تعمل الشغل دوت مش حد تاني. ودوت مش غرور في نفسي او حاجه، هو توفيق من ربنا مش اكتر، وان انا طبعا خدت بالاسباب وركزت على نفسي في الكوميونيكيشن سكيلز. وواحد من اهم الامثله كان عندي عميل بيبيع المنتجات بتاعته على الانترنت. المشكله عنده كانت فين؟ المشكله ان كان كل اوردر بيتعمل عشان كانت هي لسه شركه جديده بس عندهم طلبات كتيره قوي، العملاء كان بيتاخر الطلبات بتاعتهم. وهنا بقى كان بيحصل مشكله جامده جدا عند العميل، ان معظم العملاء او بنسبه 40% العملاء ديت بتلغي الطلبات بتاعتها او بيفتكروا ان الشركه ديت شركه نصابه وليست حقيقيه. لما بدانا نشتغل سوا انا اقترحت عليه حاجه انا فعلا ما كنتش جربتها قبل كده، وهي استخدام منصه نوشن مثلا. قلت له دلوقتي انت عندك فوق ال 200 اوردر، انا كل اللي هعمله هاخد الطلبات ديت من الفيسبوك هحطها على نوشن عشان يبقى عندي الداتابيز بتاعه العملاء ديت، اعرف الشخص ده اسمه ايه، رقم تليفونه ايه، وعمل الطلب امتى والطلب اتاخر. وطلبت منه ابلكيشن كده بيتباع في امريكا بكلم عن طريقه العملاء، وابتديت ان انا اساعده ان انا اتصل بالعملاء دول. عملت زي سكريبت كده عن طريق يعني اداه معينه، ساعتها ما كانش فيه تشات جي بي تي، عن طريق جرامر دي وبستخدمه على طول كسكريبت اعتذار، وان هم يوم خصم 40% لو هم استنونا بدون ما يكنسلوا الاوردر بتاعهم. الراجل فعليا بعد ما اشتغلت معاه قال لي حسن من بعد ما انت ما دخلت الشركه معايا انا السيلز بتاعتي زادت ب 40% عن المتوقع بتاعها. هل عشان انا مثلا جامد؟ لا، بمنتهى البساطه انت لما بتدي فاليو او قيمه للعميل اللي اشترى منك الحاجه، العميل بينبسط وبيفضل مستمر معاك، وبعد كده بيرجع لك تاني بيشتري منك. وانا حتى لما شفت الارقام ما كنتش مصدق، الارقام زادت من 8000 دولار ل 11000 دولار بسبب ان انا كل اللي عملته مكالمه تليفون 3 دقايق بشرح فيها للعميل ان احنا اسفين ان احنا اتاخرنا، وفي نفس اليوم لقيت العميل باعت لي 1000 دولار بيقول لي وده كان بونص. ولو انت فكرت فيها 1000 دولار يا جماعه مش حاجه بالنسبه للامريكان، مش مبلغ كبير. لقيته بيقول لي you're not just my virtual assistant, you are our project manager. وبجد كنت مبسوط جدا بالفيدباك ديت، مع اني فعلا ما كنتش مستني منه حاجه غير الاجر اللي انا باخده في الساعه. العميل مش بس فضل يشتغل معايا لحد يومنا هذا يعني، والحمد لله انا سبته الاسبوع اللي فات دوت، العميل كمان خلاني مانجر على التيم بتاعه كله، وبمسك تعيينات اي حد جديد بيخش الشركه واتاكد من الكاستمر فاليو، هل هو بيعرف يتكلم مع الكاستمر ولا لا لما يخش الشركه بتاعتنا. حاجه لاحظتها في معظم الفريلانسرز بيكونوا داخلين بيهموهم قوي ازاي يجيبوا اول شغلانه، ولكن للاسف اول ما بلاقي الفريلانسر جاب اول شغلانه هنا بيكون في مشكله ثانيه خالص، ارضاء العميل. انك دايما بتشتغل بمبدا انك بتحاول تعمل اي حاجه عشان تساعد العميل، ده شيء كويس جدا. ولو انت فاكر ان انا كفيرتشوال اسيستنت او كبروجكت مانجر اتعلمت كل حاجه عشان اعرف اشتغل كفيرتشوال اسيستنت، بالعكس انا كان في 3/4 الادوات ما اعرفهاش، ولكن اعتمدت على الريسيرش، توكلت على الله، والحمد لله مع كل عميل اتعلمت اداه جديده. فتخيل كده انك ساعدت شخص يعمل فلوس وفي نفس الوقت كمان هو شاف منك تفاني في العمل. هنا بتبقى العلاقه مختلفه تماما، ثقه عمياء من العميل ليك، اوعى تستغلها في يوم من الايام. وزي ما اتفقنا ان احنا دايما بنعمل كورسات مجانيه للمجتمع بتاعنا في جنيه ديجيتال، انا عامل لك كورس كامل بشرح لك فيه الفيرتشوال اسيستنت على قد ما اقدر، زكاه علم، موجود على اليوتيوب تقدر انت تتفرج عليه في اي وقت، او هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الكومنتس، وهتلاقي فيديو تاني بيدعم الكورس ده ازاي تعرف تعمل حساب كامل على ابورك من الالف للياء، واوعدك انه يساعد ناس كتير جدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، واستناك الفيديو الجاي. السلام عليكم.